مساء الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. ما تيجوا نعمل ايس كريم في الخلاط بدون حليب مكثف بدون تعقيد. هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة. يلا بينا. شايفين الجمال؟ تحفة. اول حاجة معايا مانجا او ممكن اي فاكهة انت تحبوها، يعني مش شرط مانجا. استخدمي اي نوع فاكهة انت عايزاها. هبدأ هنا اخد نص كيلو من المانجا، حوالي كوبايتين من المانجا. هبدأ كده اقطع المانجا مكعبات علشان اما اجي اضربها في الخلاط تكون سهلة معايا في الخلط. اخدت هنا حوالي كوبايتين وهبدأ بقى احطهم في الخلاط واضربهم زي العصير، بس بفضل طبعا ما تحطيش عليها مية خالص، انا مش عايزة فيها سوائل. حاولي تضربيها كده بدون مية. طيب حسيتي ان هي الخلاط مش عايز يتحرك معاكي، ممكن تحطي معلقتين من المية تحرك بس. بعد كده في بولة هضيف بقى نص كوباية من السكر البودر ونص كوباية من كريم شانتيه البودر. وطبعا الكريمة هنا بتختلف من نوع للتاني. هضيف عليها 3/4 كوب من الحليب، يعني كوباية الا ربع من الحليب، واضيف عليها عصير المانجا اللي هو بدون مية. وابدأ كده اضربها في الخلاط. يعني ممكن تضربها في الخلاط، ممكن تضربها بالمضرب الكهرباء اللي هو اليدوي ده، يعني سواء ده او ده هينفع. وهوريكم دلوقتي لما اعمله في الخلاط كل المكونات في الخلاط في الايس كريم النوع التاني برضه هيكون سهل وبسيط. جبت بقى بعد ما خفقتهم كده حطيتهم في قالب، وهبدأ اغطيها وادخلها التلاجة او الفريزر من 6 ساعات ل8 ساعات. نبدأ بقى نعمل الفراولة، برضو كوبايتين من الفراولة، ودي كانت بقى الفراولة كانت مجمدة غير المانجا. في الخلاط ضربتهم كويس جدا وضفت عليها نص كوباية من كريم شانتيه البودر ونص كوباية من السكر البودر. وهنا بقى خلطت كله في الخلاط، يعني ممكن تعمليه في الخلاط او بالهاند بلندر او بالمضرب الكهرباء. وهنا ما احتاجتش حليب بقى، يعني انا خلاص انا عايزه القوام، لان الكريمه اللي انا بستخدمها يعني ما هيش قوامها بيربط بسرعه. ضفت هنا لون احمر وده اختياري لو الفراوله بتاعتك يعني لونها فاتح شويه. هبدأ برضو احطها في قالب كده وبرضو اغطيها بستريتش راب او لو عندك علبة محكمة، وادخلها برضو التلاجة لمدة 6 ساعات ل8 ساعات. هنا تقدري بقى تستبدلي اي فاكهة زي ما قلت لكم. هنا بعد مرور الوقت، وانا كنت عاملاها من بالليل وعملتها تاني يوم، يعني على حسب بقى انا عايزة 6 ساعات 8 ساعات، عايزة تعمليها ليلة كاملة مفيش مشكلة. شايفين القوام عامل ازاي؟ القوام تحفة، ريحة المانجا يعني فظيعة. طبعا عملت لكم انواع الايس كريم كلها، اللي هي بتاعت المانجا والاوريو واللوتس وجميع الفاكهه كلها، بس كان فيها حليب مكثف. وفي تعليقات كتير كانت قالت لي عايزين ايس كريم بدون حليب مكثف، فحبيت اعمل لكم ايس كريم يرطب على القلب كده في الجو ده، بدون حليب مكثف بدون تعقيد بدون، يعني تعملي كده في الخلاط في 5 دقايق. وده ايس كريم اللي هو بالفراوله، برضو قوامه ما شاء الله جميل جدا. عايزه اقول لكم يعني المفروض انا بطلعه دقيقه ولا 2 كده تهدى من الفريزر عشان اعرف اعمل بالمعلقه. سبته بس دقيقه كده ورحت بدات اعمله. ما شاء الله قوامه جميل جدا، كمان لونه حلو جدا. زينته كده بواحدة نعناع كده مع رشة فستق بسيطة، هو مش بيحتاج تزيين اصلا. كمان عملت لكم اللي هو الايس كريم البطيخ، وصراحة نال اعجابكم جدا جدا، ومازال الناس بتسألنا عليه. وكمان اللي هو الايس كريم بالبرتقال، يعني مفيش فاكهة اسمها ما عملتهاش ايس كريم قبل كده، وجميل جدا. اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.